ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير وعيد سعيد عليكم يا رب. معلش الفيديو ده نزل متأخر شوية، بس معلش اعذروني بقى، معلش يا جماعة والله بتأخر في الفيديوهات. فحبيت كده ان انا اشارك معاكم الفيديو البسيط ده، كده سهرتنا واحنا قاعدين بنجهز لسهرة العيد كده ونعمل كده سهرة حلوة كده وتسالي العيد والحاجات دي كلها. هنا محمد ابني هو اللي كان مصمم ان هو يحط معايا، يعني كان مصمم ان هو يجهز. طبعا طبق التسالي ده انتوا شفتوه معايا قبل كده العيد اللي فات برضو، انا جايباه بقاله سنة اهو. هو حلو جدا بصراحة، والتقسيمة بتاعته حلوة جدا وسعره حلو برضو. هنا حطينا الشوكولاتات بقى وحطينا لب على نوعين، الاسمر والاصفر، وهنا مقرمشات، وهنا بقى كده حبة كاجو كنت متحرصة عليهم للعيد، اللي هو شايلاهم عشان العيد. فقلت بقى احطهم كده ونتسلى ونعمل سهرة كده حلوة بسيطة على قدنا. وهو بصراحة العيد ده يا جماعة يختلف عن اي عيد، احنا بقالنا فترة جوزي مش بيعيد معانا، بس العيد ده هو كان موجود معانا وعيد معانا العيد ده. وبقول له كل سنة وانت طيب، وربنا ما يحرمنا منك ابدا ولا من وجودك وسطينا، ويبارك لنا فيك كده، ويا رب كل عيد دايما معانا وسطنا كده. وانت خليت العيد بتاعنا عيدين، انت وجودك معانا لوحده عيد، فانت خليت العيد عندنا عيدين كمان مش عيد واحد. فربنا يخليك لينا ويدومك دايما في حياتنا، ويخليك لأولادك يا رب ومنتحرمش منك أبدا. فهو العيد، فرحة العيد كان لها طعم تاني خالص بوجوده معانا، لأن كان فيه كذا عيد عدوا بصراحة ما كانش موجود معانا، فما كانش بالنسبة لنا عيد. فهو العيد الحقيقي بوجوده معانا. هنا بوريكم أنس اهو، خلاص بقى خد الشاور بتاعه ولبس ترنج العيد اهو زي الفل وزي القمر. هنا بديه بقى مقرمشاه اللي هو خد اتسلى وابعد عننا بقى عشان نجهز ونخلص. هنا بقى غطيت بقى كده وخلاص، ده ركنته على جنب. ندخل بقى على الحلويات الحلوة دي. الحلويات دي كانت من صباحية عروستنا يا جماعة، كان عندنا فرح قبل العيد على طول. الصباحية كانت يوم الوقفة، ف كده حبة حلويات من بتوع الصباحية. هنا بقى عملت شفشق عصير مانجا حلو كده من اللي كنت مخزناه في الفريزر. يعني بقول لكم انا لسه ما اشتريتش مانجا جديدة والله، بس دي مانجا كانت عندي في الفريزر طلعتها كده وعملت حبة عصير حلوين مانجا كده زي ما انتوا شايفين اهو. واللي مشتركش في القناة يا جماعة اشترك في القناة، لأول مرة يشوفني اشترك في القناة، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا. وحط اللايك يا جماعة، مش تخسروا اي حاجة لو حطيتوا اللايك. وهنا بقى كان عندي كام بالونه كده متبقيين من عيد ميلاد محمد ابني، فنفختهم كده وحطيتهم يفرحوا الولاد كده ويدوا جو حلو اهو زي ما انتم شايفين. وهنا بقى فرشنا كده وحطينا بص على السجاده كده والشاشه قدامنا، وقلنا نتسلى كده واحنا قاعدين. واي حاجه بتفرح والله، واي حاجه بتبسط، مش لازم يعني تكلفوا نفسكم زياده عن اللزوم. اي حاجه موجوده عندك اعمليها، فرحي بيها اولادك، اقل حاجه بتبسط يا جماعه. هنا البلالين زي ما انتم شفتوها دي كانت متبقيه من عيد ميلاد محمد، نفختها وكانوا فرحانين بها جدا وبيتنططوا وفرحانين بها او البلالين. هنا بقى طفينا النور وحبينا كده نعمل جو هادي، جو هادي كده وجو العيد، جو ليه فرحه كده رومانسي زي ما بنقول. فهنا اهو شايفين ده بيدي حاجه كده، ده جهاز بيتحط الفيشه كده ده بالكهرباء، بتحطي الفيشه، وده جهاز كده صغير بيطلع الاضاءه دي، انت بتوجهيه يعني بتوجهيه على السقف على طول وبيطلع لك الاضاءه اللي انتوا شايفينها دي. بتغير بقى كده الوانات زي ما انتوا شايفين الجمال حلو جدا. الاولاد كانوا فرحانين بيه والله على الاخر، كانوا فرحانين قوي بالاضاءه وبالالوانات دي. هنا اهو التكييف، الجو كان حر جدا فكنا مشغلين التكييف طبعا. فهنا شايفين حلوه جدا الاضاءه دي والله. الولاد كانوا فرحانين جدا، هما كانوا بيلعبوا ويتنططوا تحت مني وانا بصور، بس انا مش جايباهم هم، انا كنت يعني مركزه في التصوير وان انا اجيب لكم كده الحاجات المفيده. هما بقى بيلعبوا وينططوا، يعني هما فرحانين بالنور وبالاضاءه دي. شايفين الجمال، وكانت احلى سهره وكانت احلى عيد. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. شايفين الجمال، ويلا بقى سلام.